الرجولة. الرجولة يا ابني مش بصوتك اللي بدأ يخشن، ولا بعضلاتك، ولا بالكام شعراية اللي بدأوا يطلعوا لك في وشك دول. الرجولة يعني أخلاق، وأخلاقك وتربيتك بيظهروا من خلال أفعالك. فخلي بالك، عايز الناس تدعيلي؟ خليهم يدعولي لما يتعاملوا معاك ويلمسوا فيك الدين وحسن الخلق، وهي دي أعظم وأغلى هدية ممكن في يوم تقدمها لي. احترم المسن، احترم الصغير، احترم عامل النظافة، احترم الضعيف. احترامك لغيرك مش تقليل منك، احترامك لغيرك من احترامك لنفسك. صحتك هترافقك طول حياتك، اهتم بيها واديها حقها، وعلى قد ما هتهتم بيها دلوقتي على قد ما هتشيلك قدام. اهتم بيها سواء بأكل صحي أو رياضة، وامنع عنها أي حاجة ممكن تأذيك، وقوي إرادتك بنفسك. اوعى بقى بعد ما تهتم بصحتك تتعافى بيها على حد، دي نعمة، استغلها في الخير واشكر ربنا عليها وادعيله بدوام نعمته دي عليك. مش هقولك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، لأن الدنيا دار ابتلاء ومشقة. الإنسان مخلوق عشان يسعى ويجتهد ويتعب، ولكن هقولك إن على قد سعيك وتعبك على قد ما هيكون توفيقك وأجرك عند ربنا. لما تيجي بقى تختار مسارك المهني، اختار الحاجة اللي تقدر من خلالها تنفع بيها دينك وتنفع بيها الناس، وتحقق منها الغرض من وجودك أصلا في الحياة. مهما وصلت لأعلى المناصب اوعى تتكبر على حد، واوعى تكسر بخاطر حد يلجأ ليك. مساعدتك لغيرك مش هتاكل منك حتة، بل بالعكس دي هترفعك درجات. ولو في يوم نسيت اسأل نفسك، هو أنا مخلوق ليه؟ ربنا جعلك في مكانك ده لسبب. قول دايما الدعاء ده: اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وربنا يقدرك دايما وتكون في خدمة الناس. معرفة الناس بقى كنوز، مع وضع الحدود اللي تناسبك. واوعى في يوم تبرشط على حد، لازم يبقى عندك عزة نفس وكرامة. وبرضه ما تخليش حد يستغلك ماديا. بيوت الناس ليها حرمة مهما كانت درجة القرابة. ما تدخلش من الباب بدون استئذان، ما تقعدش غير لما أهل البيت يسمحولك ويوجهوك لمكان الجلوس. ما تدخلش أبدا 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 وإيدك فاضية. مش مسموح لك تدخل مكان تاني داخل البيت بدون استئذان، حتى ولو كنت رايح الحمام لازم تستأذن. ما تمدش ايدك على حاجة ولا تفتح حاجة مش بتاعتك. غض بصرك حتى لو ما حدش شايفك. آداب التعامل مع النساء مهم جدا تتعلمها، ما انت خلاص بقيت راجل. مينفعش تسابق بنت أو واحدة ست على دخول مكان. من باب الذوق والاحترام تسيب لها المجال تدخل هي الأول، ولو دخلت خليك ماسك ليها الباب لغاية ما هي ما تدخل. ولو أسانسير ياريت ما تضايقهاش وتسيبها تطلع هي بحريتها الأول. لو طالع على السلم أو تصادف إن واحدة طالعة قبلك، ما ينفعش تطلع وراها على طول، استنى لغاية ما هي تطلع الأول وانت عينك تفضل في الأرض. اوعى تقعد في مكان وفي واحدة ست أو بنت واقفين. لو جارتك ست كبيرة وشايلة حاجة استأذنها تشيل عنها، ما يصحش تجري وتسبقها أو تتأخر عشان تتهرب. اتعامل مع بنات الناس بالظبط زي ما تحب الناس يتعاملوا مع أختك أو أمك. حذاري في يوم تخلي واحدة ست مسؤولة منك في احتياج مادي وتتهرب منها. اوعى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الرجال قوامون على النساء، فمن ضمن القوامة هي الإنفاق. ولما في يوم هتاخد ضعف الميراث برضو عشان نفس السبب. انت المسؤول على الإنفاق، وصدقني يا ابني هي دي الرجولة اللي بجد. اوعى بقى تتهرب من الواجبات الاجتماعية، ولو في حالة وفاة سيب كل اللي في ايدك وتكون اول الحاضرين. ده غصب عنك مش بمزاجك. الحياة مليانة فرص وتجارب، وحقك يكون عندك الرغبة في تجربة حاجات جديدة. جرب، ما انت لازم تجرب، بس قبل ما تجرب اسأل نفسك سؤالين ملهمش تالت: هل التجربة دي هتتسبب لك في أي أذى حتى لو على المدى البعيد؟ هل التجربة دي هتغضب ربنا؟ لو الإجابة أيوة، يبقى تبعد الفكرة عن بالك فورا بدون نقاش.
إياك والتعلق بغير الله. الأشياء المادية بتتغير وقلوب الناس برضو بتتغير، ومفيش حاجة ولا حد بيبقى على حاله، فخدها من قصرها عشان تعيش مرتاح وسعيد في حياتك. اوعى تتعلق بحاجة ولا تتعلق بحد، وبرضو ما تربطش سعادتك بحاجة أو بحد. كل يوم بيعدي انت بتكبر وبتقوى، وانا كمان بكبر بس بضعف. ولكن خلي بالك انك مهما كبرت هتفضل بالنسبة لي حبيبي الصغنن، دي حقيقة، واوعى في يوم تتكسف منها. عيشها واستمتع بيها وخد حقك منها تالت ومتلت قبل ما يفوت الأوان. والرسالة دي مني ليك يا ابني، عشان أنا بحبك.